دي حالة إنسانية شديدة الخصوصية، وصلتني أوراقها. إيمان حافظ محمد إبراهيم. اتفضلي يا إيمان، إزيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إيمان. والله أنا بقالي الحمد لله رب العالمين بقالي 8 سنين تعبانة في حياة المساجد. الحمد لله، هو فخر ليا إن أنا أقعد في مسجد، بس بالنسبة للأطفال العيش صعبة، مش عارفة أغسل لهم هدومهم، مش عارفة أعمل حاجتهم. الحياة صعبة يعني. وأنا للأسف ربيت كويس، ما تعودتش على البهدلة. وإيه اللي جاب البهدلة يا إيمان؟ حضرتك أنا بنت أخت فنان معروف. بنت أخت فنان معروف. أيوة. الفنان جورج سيدهم. مين؟ الفنان جورج سيدهم. الفنان جورج سيدهم. اسمها ايه؟ إيمان محمد حافظ. أنا شايف إيمان الحمد لله رب العالمين. انا داخل الوحيد ان انا بحفظ كتاب الله، بحفظ قرآن كريم. اتخرجت من معهد اعداد الدعاء، بس للاسف في اخر سنه في المعهد ما قدرتش اكمل عشان الظروف اللي انا كنت فيها، عيالي تعبانين. انت انا معايا في الورق اللي وصلني عن طريق فريق الاعداد شهاده اشهار اسلام والكلام ده. كان سنه كام ده يا ايمان؟ تقريبا 2003. 2003. بس هو كان قبل كده، بس لما جيت اتزوج بدأوا ان هم يسعوا في الاوراق بتاعت ان هم لاي شيء يعني. طبعا ما ينفعش ان انا ارجع تاني. الباب الوحيد اللي انا ما اقدرش اخبط عليه باب اهلي. انت معاكي شهاده يا ايمان؟ معايا دبلوم تجاره. دبلوم تجاره. حاولتي تشتغلي في حاجه ولا ما فيش طبعا غير التحفيظ، لان الحمد لله رب العالمين دخلت احفظ وانا جاده جدا في التحفيظ يعني. بدات احفظ الحمد لله رب العالمين، وبالتجويد بدات احب يعني احلى مهنه تعتبر واكرم مهنه بالنسبه لي ان انا احفظ. ربنا ما بينساش حد يا ايمان. انا اشتغلت في بيت طبعا. انا كان عندي اللي اشتغل في بيت قبل كده. كان عندك اللي بيشتغلوا تحت ايدك؟ كان عندي اللي بيشتغل في بيت قبل كده. فصعب ان انا اروح اعمل حاجه زي كده. اكرم حاجه كانت بالنسبه لي ان انا احفظ كتاب الله. بس انا قعدت في دار تحفيظ القرآن كتير ومساجد وكده. ما عنديش مكان كتير، بيبقى ربنا كرمني الحمد لله. باخد شقه ايجار جديد، بقعد فيها على بال ما العقد بيخلص. لو معايا بجدد، ما معيش بضطر ابيع عفشي وانزل ارجع مسجد تاني. طبعا طول النهار في المساجد وطول الليل عشان طبعا ممنوع الاقامه هناك. بضطر انزل الشارع ابات عند اي اخت من الاخوات. طبعا الحمد لله انا اخلاقي سابقاني يعني. الحمد لله. ده السبب ان هم بيفتحوا لي بابهم عشانه يعني. إيمان حافظ محمد إبراهيم، بشكرك شكرا جزيلا. مش حابب أطول عليك أكتر من كده، وعايز أقول إن بيانات هذه الإنسانة موجودة لدي كاملة، وكل كلامها كان يتسم بالصدق. كل الأوراق معايا، ولكن حبيت حضراتكم تسمعوها. كل الحكاية حكاية بتحصل في مصر، مش دي الحكاية. ولكن ومش برضو اللي شدنا في الحكاية حكاية تغيير ديانة. موضوع بيحدث في هذا البلد، ما نقدرش نحط راسنا في الرمل ونقول انه ما بيحدث. وطبيعي ان الاهل يكون متضايقين، ده برضو سلوك انساني طبيعي معروف ما فيهوش اي حاجة. ولما يكون الاهل كمان عائلة فنان كبير، المضايقة بتكون اكبر. صحيح. واكبر، ده شيء طبيعي جدا جدا جدا.